مرحبا. حابب احكي عن موضوع بعتبره من وجهة نظر شخصية كتير اساسي ومهم، سواء للاعبين الصاعدين اللي موجودين بمنطقتنا او للاعبين اللي اوريدي موجودين وبيلعبوا بالدوري اللبناني بكل الدرجات. الموضوع بيتعلق بشيء مصطلح شائع، ولكن قد يكون للبعض غير مفهوم. موضوع التركيز بالماتش، التركيز بالمباراة. دايما بنسمع، نحن لما كنا لاعبين ايضا كنا نسمع كثير من المدربين والمسؤولين انه الواحد يكون مركز بالماتش قبله، سواء بالليل اللي بتسبق المباراة، خاصة بالمباريات المهمة اللي بيكون فيها معسكرات، او بنفس نهار المباراة اذا المباراة بوقت متأخر. كيف اللاعب بتسمع انت هيدي المقولة ولكن ما بتقدر تترجمها بشكل فعلي، او يمكن قد يكون في فكرة ببالك عن هذا الموضوع ولكن ما بتعرف تفسرها على ارض الواقع. كيف الواحد ممكن يركز بماتش؟ التركيز بالماتش ببساطة هو مثل ما انت ممكن تكون معتقدها، هي فكرة انك تستحضر حالات لعب للمباراة قبل بوقت، سواء بنفس النهار مثل ما قلت او بالليله اللي قبل، او يعني خلينا نقول بالفتره اللي بتسبق الماتش. انت بتستحضر حالات لاعب، يعني اذا انت كنت حارس مرمى، انا كنت حارس مرمى، بتصير تستحضر ببالك خلال كل هيدي الفترة اللي انت موجود بالمعسكر حالات لعب. والله مثلا كرة عرضية لعبت بطريقة معينة، كيف ممكن تتعامل معها براسي ببالي من دون ما تكون موجودة على أرض الواقع، حتى لو إذا ما تمرنت عليها بشكل خاص. هي هيدي الحالة بتصير براسك تجمع حالات لعب ممكن تصير معك خلال المباراة، وبتستجيب لها براسك انت وقاعد، انت وبالاوتيل، انت وببيتك، وين ما كنت. هيدا هو ببساطة التركيز بالماتش. وهون ضروري نذكر بشيء كتير مهم. وين روني، بعتقد وين روني مرة قال عن الدبل كيك اللي عملها بالمباراة الشهيرة بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، والهدف الشهير اللي سجله. سألوه انك متمرن عليها قبل، انه هل انت متمرن على على هيدا الدبل كيك قبل بالتمارين؟ قال لا، انا ما كنت متمرن عليها ولكن انا كنت مسجلها براسي. يعني وين روني قال انه كأنه لما سجل هيدا الهدف كأنه شعر بلحظتها انه لا، انا هيدا الهدف مفكر فيه قبل. شو بفيد هيدا الموضوع؟ هيدا الموضوع مش خيالي. فعلا انت لما بتستحضر هيدي الافكار براسك، لما بتصير بالحقيقة دماغك بيستجيب لها بشكل اسرع. لهالسبب التركيز بالمباراة بفيد، او التفكير. يعني التركيز بالماتش هو التفكير بالماتش. لما بتفكر بالماتش بشكل متكرر، خاصة بفترة معينة قبل الماتش، لما بتدخل على هيدي المباراة دماغك او عقلك بيستجيب لحالات اللعب بشكل اسرع. كيف يعني؟ هلا بعالم الانترنت اذا بتفتح ويب سايت على كمبيوتر معين بيجيك شيء اسمه الكوكيز، تو اكسبت كوكيز. هول الكوكيز هن اشياء لما بتعمل لهم اكسبت المرة المقبلة، لما بتفتح هيدا الويب سايت، الكمبيوتر الخاص تبعك او اللابتوب بيستجيب لهيدا الويب سايت بشكل اسرع، لانه بحفظ بالميموري تبع الكمبيوتر بعض الامور اللي بتتعلق بهيدا الويب سايت. فلما بتفتح الويب سايت لمرة تانية هو اوريدي بيكون متعرف عليها من خلال هيدي الكوكيز، وبالتالي بيتعامل مع هيدا الويب سايت اللي بيفتحه بشكل اسرع. يعني الكمبيوتر اخي بيستجيب له بشكل اسرع. ونفس الشيء بعالم كرة القدم وبأي شيء تاني. اساسا الدماغ هيك بيشتغل. لما انت بتكون معوده على مواقف معينة وكمية حالات سواء لعب او حالات اخرى، بس بما انه عم نحكي عن كرة القدم خلينا نحكي عن حالات لعب، كمية حالات لعب انت اوريدي مستحضرها بعقلك، لما بتصير على ارض الواقع لانه موجوده بالميموري، موجوده بدماغك خلال الماتش، لما هيدي الحاله بتصير حقيقه العقل او الراس بيتفاعل معها بشكل اسرع. ومن هون دائما بنسمع فكره خاصه بمنطقتنا او بالبلاد العربيه او البلاد الصغيره بكره القدم اللي فيها اللاعب مش متفرغ لكره القدم فقط، يعني اللي بيكون عنده عمل اخر مع كره القدم. بيقولوا لك في مقولة بنسمعها دايما، قد تكون بالنسبة لنا مش واقعية ولكن هي حقيقة فعلا، انه هيدا اللاعب كيف بده يروح يلعب مباراة او يعطي بشكل كويس على مستوى عالي وهو براسه في امور تانية، يعني حياته المهنية ماخذة منه. ولا فعلا هيدا حقيقة. يعني انت لا تروح على التمارين او على مباراة وانت يعني تخلص من عملك ورايح على مباراة، هيدا اكيد شيء ما بيساعد على الصعيد الذهني وعلى صعيد التركيز. بشيلك من الموضوع اللي له علاقة بالاحترافية. حتى على الموضوع الذهني، انه يكون عقلك متفرغ بشكل تام لموضوع كرة القدم،
هذا امر بيساعد ذهنيا. يعني الميموري اللي براسك تكون متفرغه او تكون كره القدم ماخذه حيز اكبر منها، اكيد هيدا مفيد خلال المباريات ومفيد للكارير تبعك، لانه دماغك او عقلك بيستجيب مثل ما سبق وقلت بشكل اسرع بصير لهيدي اللعبه. طبعا اضافه لموضوع التركيز بالماتش اللي هو استحضار حالات اللعب، يعني كتير مهم اللاعب الشاب او لاعب كره القدم سواء شاب او مش شاب، بس انا بشدد دائما على هيدا الموضوع للاعبين الصاعدين اللي هلا موجودين بالفئات العمريه او موجودين منتخبات شباب واولمبي اللي بعد عم بشقوا طريقهم وعندهم وقت او بعد عندهم هيدا الحماس. انه فعلا التفكير بالمباريات والتفكير باللعبة والتفكير بكل تفاصيل مباراة كرة القدم أو بتمارينك فعلا بتساعد من الناحية الذهنية على أنك تستجيب بشكل أفضل بالمباريات وتكون داخل بكامل تركيزك. حتى بضيف على هذا الموضوع موضوع التمارين. طبعا التمارين مش فقط لتحسين اللياقة البدنية وتحسين مستواك الفني، ولكن حتى التمارين بتفيد بهذا الموضوع بشكل، يعني هول الأمور اللي عم بحكيهم هي مثبتة علميا، مش انه رأي. انه فعلا التمارين من خلال الكمية التمارين اللي بتراكمها على مدار سنوات او على مدار ايام مع الوقت بتخزن براسك كمية حالات كتير، كمية مواضيع، كمية تسديدات، اذا كنت حارس مرمى كمية تسديدات، تصديات، كمية ردود افعال، كمية تفاعل مع حالات لعب، مع عرضيات، مع خروج من المرمى، مع كتير تفاصيل. كل ما انت بتتمرن بشكل افضل وبشكل اكبر مع الوقت بيتخزن عندك كمية معلومات اكتر، كمية حالات لعب بتدخل للمباراة. احيانا وبعتقد لاعبين كرة القدم معظمهم صاير معهم هيك شيء، بتدخل بتلعب مباراة بصير معك شيء، بتحس حالك بمكان معين انه انا هيدا التصرف متصرفه قبل، سواء بالتمرين او متصرفه بعقلي من خلال التفكير. فكتير هيدي الامور بتساعد انه عقلك يستجيب بشكل اكتر وبشكل اسرع خلال المباريات، وما حدا يقلل من اهمية التركيز بالمباراة، انك تفكر بالمباراة، انك لما بتكون رايح بالباص على مباراة كرة قدم تكون عم بتفكر بالمباراة نفسها، ما تكون عم بتفكر بمواضيع تانية. ما تقلل من شأن هيدا الموضوع. بالليل اللي بتسبق الماتش اذا كنت بمعسكر بالاوتيل، الصباح الماتش، يعني كل هيدي الفترة ما الواحد يقلل من اهميتها بانه يفكر بهيدي المباراة، لانه فعلا لما بتروح على ماتش وبتدخل بشكل مأخر على المباراة من الناحية الذهنية، يعني بتحس انه اخذت وقت لفتت بالمباراة، هيدا كله اسبابه عدم التفكير بالماتش بشكل، يعني ما تكون حاصر تفكيرك كله بشكل خاص بالمباراة. فرجاء ما حدا يقلل من أهمية هيدا الشيء، وبتمنى انه اللاعبين الشباب بشكل عام ولاعبين الفئات العمرية، لاعبين الدرجات الأدنى، انه يتبعوا هيدا المواضيع لانه فعلا مفيدة مثبتة علميا وبشهادة كتير لاعبين عالميين.